أهلاً وسهلاً بكم في هذا التحليل الخاص لنصف نهائي كأس العالم للأندية 2025. 4 أندية، وكل منها يطارد المجد العالمي. مباراتان وحلم واحد: الوصول إلى النهائي. نبدأ من المباراة الأولى، تشيلسي الإنجليزي في مواجهة فلامينينسي البرازيلي يوم الثلاثاء 8 من يوليو على ملعب ميت لايف. تشيلسي بفريق شاب يقوده إنزو فرنانديز، كول بالمر ونيكولاس جاكسون، يواجه فلامينينسي الذي يعتمد على أسلوب هجومي متوازن وروح جماعية قوية بقيادة لاعبين مثل جون كينيدي وأرياس. توقعات الذكاء الاصطناعي: فوز تشيلسي 62%، فوز فلامينينسي 15%، تعادل 23%. والتوقع الأقرب تشيلسي 2-1 فلامينينسي. ننتقل إلى القمة الكبرى، ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان يوم الأربعاء 9 من يوليو. ريال مدريد بقيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو يدخل اللقاء وهو مدجج بالنجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، رودريغو، وجود بيلينغهام في خط الوسط. الريال جاهز تماماً دفاعياً وهجومياً. أما باريس سان جيرمان فلا يزال يبحث عن التتويج الأول في البطولة، ويقوده لويس إنريكي مع ديمبلي، فيتينيا وأشرف حكيمي. توقعات الذكاء الاصطناعي: فوز ريال مدريد 48%، تعادل 29%. فوز باريس سان جيرمان 23%. والتوقع الأقرب ريال مدريد فوز 1 باريس. وفي حال تحققت هذه التوقعات فسنكون أمام نهائي مثير بين ريال مدريد وتشيلسي، نهائي يعيد أجواء دوري الأبطال لكن على الأراضي الأمريكية. فرص التتويج حسب الذكاء الاصطناعي: تشيلسي 37%، ريال مدريد 28%، باريس سان جيرمان 20%، فلامينينسي 15%. فمن سيصنع المجد؟ هل يحقق تشيلسي اللقب الثاني؟ أم يعود ريال مدريد ليؤكد زعامته العالمية؟ الجواب سيكون في نيوجيرسي، قمة وراء قمة، وأبطال يصنعون التاريخ.